السلام عليكم، مرحبا جوارو. شوات شوي لنقرن بالرحات بن تقريبا شي كيلوين بانجان. راح اقطع الجرس هيك مثل ما نكون شايفين. الغاية من اني بدي اعمل هيك هاي الخطوة. اول شي انا طنجرتي صغيرة مشان يسعوا كلهم سوا. ثانيا والاهم طبعا حتى لون البانجان يضل نفسه ما يتغير اثناء السلق. اذا طنجرتكم كبيرة فيكن تضيفوها هيك مثل ما هي، بس انا بفضل اني اعملها هيك. شايفين هلا هيك صفيتهم كلهم بالطنجرة. الغاية من تغطيته بالقماش انه يضل محافظ على لونه اثناء السلق. شايفين هيك مثل ما شفتوا غطيناها. هلا بنضيف لها المي وبنحطها على النار. وهيك تقلناها طبعا. هلا بنحطها على النار وبنعلي النار طبعا تحتها حتى تستوي البنجان. هلا هيك بعد ما طلعتهم من المي السخنة حطيتهم بمي باردة، هيك صاروا بعد السلق. هلا رح شيل القمع وملحهم. هيك بنفتح المقدوسة من طرف وبنملحها. هلا الملح حسب حبة الباذنجان، اذا كانت كبيرة بتكتروا شوي، اذا صغيرة بتقللوا شوي. هلا هي وسط جاي شوي، وسط يعني مو صغيرة كتير ولا كبيرة. تحطوا لها هيك بكفي شي نص معلقة، هيك بتسكروها هيك وخلص. بعدين بصفيهم هون، بحطهم هون بالمصفاية وبملحهم شوي من فوق وتحت حتى تنشف على المظبوط. شايفين كمان بنشف مي اكتر طبعا. هيك بيكون جاهز لحتى نسكر القماش عليها ونحط عليها تقل. بالنسبة للتقل لازم اول شي نحط عليها شي خفيف حتى شوي ينزل المي والحبة تضل مثل ما هي ما تخرب. بعدها شوي شوي منتقل لبين ما تنشف المي كلها. تقريبا يوم كامل بجهز لانه عندي الكمية قليلة. شايفين هيك اللون كمان ضل حلو، ما صار اسود، هيك لون الباذنجان طبيعي. هلا حطيت فوقها التقل، حطيت عليها مي، طنجرة فيها مي هيك شايفين. بينزل ميته، نزل منها هالقد مي، لسه عم بينزل هيك. بعد شي كم ساعة برجع بحط عليه شي تاني حتى يتقل اكتر، مشان حبة الباذنجان ما تخرب وتضل محافظة على الشكل. لانه اذا هلا فرد مرة تقلت عليها كتير فحبة الباذنجان رح تفرط معي لانها لساتها طرية وبقلبها مليان مي. بعد شي ساعتين حطيت فوقها هالتقل زيادة. وهيك صاروا بعد ما شلنا عنهم التقل وعفناهم لمدة 12 ساعة. نشفوا كتير منيح. هلا صاروا جاهزين حتى نحشيهم. بس قبل ما احشيهم بمسحهم شوي بالمحرمة وبعدين بحشيهم. اذا في بقايا مي مشان تطلع منها حتى ما تخرب على التخزين. هلا هيك انا خلصت فرم الجوز. هلا في كتير عالم تطحنها على محضرة الطعام، كمان ما بنصح فيها، مثل الشوبك شوي بتنعمها زيادة عن اللزوم وطعمة الجوز بتخف بالمكدوس. فانا بدي اياها تكون ظاهرة شوي، هيك بيكون فرمها كتير كويس. شايفين تعطيه طعمة طيبة. هون عندي دبس الفليفلة كمان شغلي هالسنة سويتها جديد. كمان عندي هون 4 اسنان توم شوي كبار، طبعا توم كمان حسب الرغبة. وهلأ هيك الحشوة بتكون جاهزة معنا. هلأ هيك جهزت الثوم كمان، فرمته طبعا بالسكينة، ضفت الثوم والدبس فوق الجوز وهلأ رح احركهم. طبعا الدبس هون ما حطيته كله بالبداية، بدي احرك وبشوف اذا ناقصه برجع بزود. واخر شي بحط شوية زيت زيتون. هون جهزت الحشوة، حطيت لها تقريبا 3 ملاعق كبيرة فليفلة، هاي يعني دبس الفليفلة. والثوم شفتوه. هلا رح نضيف لها شوية زيت حلو هيك حاج. كمان ما حطيت ملح لانه
في بدبس الفليفلة كمان كمية من الملح، وباذنجان فيه ملح، فما رح ضيف ملح ابدا عشان نعبيها حشوة هيك تطلع طيبة. شايفين هيك رح نكمل كل الكمية. خلصنا المكدوس، حشيناه، حطيناه بالمطرقة. هون خلطة زيت نباتي مع زيت حلو بدي احط فوق المكدوس.